فاحمد اهلاوي. عملت فيديو قبل كده وقلت اسباب انفجار احمد سيد زيزو مع الاهلي، وقلت ان الكوره بتتلعب لسبب واحد وهو البيزنس، ولو مش عشان البيزنس فعشان الانتماء. فخلينا نقول مثلا ان احنا عندنا واحد زي حسين الشحات عنده حته الانتماء، ابو تريكه كان عنده حته الانتماء، عماد متعب، بركات يعني، وائل جمعه، علي معلول، يعني في شويه اسامي كده ناس، وليد سليمان. الناس دي فعلا كانت شاريه الاهلي وحابه الاهلي وهكذا. فاحمد سيد زيزو لو بيلعب عشان الفلوس فهو جيل الاستقرار المادي، لو بيلعب عشان التتويج النفسي والمعنوي والبطولات فهو جالهم، ولو بيلعب عشان انتمائه والنادي اللي هو اصلا بيشجعه وتربى على حبه مع ابوه مع اهله فهو جه للنادي اللي هيديله ده. احمد سيد زيزو جه في المكان اللي يليق بيه، ونتمنى انه يبقى على قدر المسؤوليه والمستوى، وانه ما نرجعش نزعل منه. رغم ان انا واحد زي احمد سيد زيزو انا بحبه حتى في عز ما كان في الاهلي. دايما كنت بقول لكل اصحابي اهلاويه وزملكاويه، بقول لهم احمد سيد زيزو مهما كان منفجر بيجي قدام الاهلي ويبقى بطه بلدي. والله في عز ما هو هداف الدوري مع الزمالك ونجم الزمالك الاوحد وبيعمل كل حاجه، هي الكره في العارضه بس. بيجي قدام الاهلي ما بيبقاش عارف يجري، ما بيبقاش عارف يطلع بالكوره، ما بيبقاش عارف يعمل اسيست، ما بيبقاش عارف يباص صح. حتى في تاريخه مع الزمالك، يعني هو لعب مع الزمالك 5 6 مواسم، ال5 6 مواسم دول بقى رابع الهدافين التاريخيين فيهم للزمالك، ما جابش في الاهلي 3 جوان على بعض. وحتى احتفاله بعد ما بيجيب الجون في الاهلي كده تحس ان هو احتفال ايه، ماشي انا هحتفل عشان انتوا ما تزعلوش.